أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. في ناس كتير كتبت لي في الكومنتات أو يعني دخلوا كتبوا لي وقالوا لي أنا ليه بصور في الأماكن اللي هي الراقية فقط أو الأماكن الشيك في اسكندرية. طبعا الكلام ده مش صحيح، والدليل على كده ان انا مصورة في معظم اماكن في اسكندرية، من محطة الرمل لحد سيدي جابر الشيخ، وكمان شارع فرنسا وحي محرم بيه. على فكرة اسكندرية جميلة في كل مكان، سواء مناطق راقية جدا او مناطق شعبية. اسكندرية بالنسبة لي حالة حب او حالة عشق زي ما تسموها. النهاردة بقى في مكان روحته، هو مكان شعبي لكن أكتر من رائع. أنا أول مرة في حياتي بشوف المكان ده، وأول مرة أعرف إن في اسم بالمكان ده. تعالوا معايا نشوف المكان ده فين ونعرف اسمه إيه. المكان هنا عبارة عن 8 مباني. أنا الحقيقة تجولت في المكان وقعدت مشيت فيه لأني كنت مبهورة بيه وكان عاجبني قوي. بصوا شكله إيه. ده 8 مباني عبارة عن فيلل. كل فيلا فيهم بتتكون من دور أرضي والدور الأولاني وبعد كده الروف. يعني الفيلل دي بتتكون من دورين بس. المكان كله ال8 مباني دول كلهم بيتكونوا من دورين بس. المكان حلو فعلا، وكمان المكان كله أو الفيلل كلها بتتميز باللون الأحمر. علشان كده لما أنا سألت قالوا لي اسمها مساكن الحمراء علشان لونها أحمر. أو كمان أنا كمان لما عملت بحث عليها لقيت إن هي اسمها مساكن العمال. العمال مين بقى؟ عمال السكك الحديدية. مساكن الحمراء أو مساكن العمال زي ما كانوا بيطلقوا عليها في القرن ال19 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر. هي بالضبط مكانها في حي كرموز أو منطقة كرموز، بالضبط خلف جراج الترام وأمام مستشفى الصدر. الفلل دي هي فلل تراثية وقديمة جدا، وهي داخلة مجلد التراث برقم 505 حي غرب اسكندرية. طبعا كلنا عارفين ان منطقة كرموز من اهم المناطق الشعبية اللي كان عايش فيها الانجليز واليونان والرومان وبعض الجاليات، منها الجالية الايطالية والفرنسية. وكانوا بنوا في المكان ده مجموعة مباني بطبع خاص كده يعني، وحاجات نادرة، لكن للأسف كلها اتدمرت واتهدت، وطبعا عارفين الباقي. وهنا في المكان في منطقة كرموز في عمود السواري، طبعا كلنا بنسمع عنه وعارفينه، وكمان في مقابر كوم الشقافة الأثرية. المكان هنا وأنا لما كنت بصور كان بيتميز بالأشجار الجميلة والورود والزرع الحلو قوي. كان في شجر كتير قوي. واضح ان هم الناس اللي ساكنة في المكان ده طبعا كلهم من عمال هيئة السكك الحديدية اللي هم ساكنين في المكان ده. تحس كده ان دي ان ده منتجع لوحده خاص بيهم، هم مختلف عن حي كرموز كله. بيهتموا قوي بالزرع، حتى انا ملاحظة ان الزرع كمان في الروف فوق شكله جميل جدا وشكله حلو قوي، ومحافظين على المكان. لكن هو في ملحوظة بس بسيطة، ان المكان محتاج صيانة ومحتاج ترميم. طبعا اكيد اي اعمال ترميم بتتم في المساكن الحمراء لازم توافق عليها لجنة الحفاظ على التراث باسكندرية. وطبعا لازم يكون كمان تحت إشراف متخصصين من كلية الهندسة أو كلية فنون جميلة. زي ما احنا شايفين المكان حلو، المكان هادي جدا جدا، ويا رب يتحافظ عليها ما تتهدش، لأن كل مكان في اسكندرية حلو وجميل، سواء منطقة شعبية أو منطقة راقية.
الحقيقة أنا صوتي راح خالص من الكلام. ولو حد عنده معلومة عن المساكن الحمراء يكتب لنا، يكتب لنا معلومات أكتر، أو لو حد من اللي ساكنين في المنطقة وعنده معلومات اتبنت امتى تحديدا. أنا أسمع إن هي دي مباني الإنجليز. يكتب لنا طبعا المعلومات. ولو المحتوى عجبكم ياريت مشاركة على القناة، يعني يبقى دافع وحافز ان انا ادور على اماكن تانية واصورها لكم. وانا بشكركم جدا جدا. والى اللقاء في مكان اخر باذن الله.